رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.